والآن مع الشاعر حمد بن غيدة القحطاني، وقبله أخوه عايض. مساكم الله بالخير مرة ثانية. يقول: حظ من زكى ومن صلى وصام، وويل من دينه تكاسل وهمله. فات نص الشهر ذا الليلة تمام، وكل ابن آدم يحاسب بعمله. وليلة البارح حدث في كل عام نعمله، ونشوف أهلنا تعمله. قرقعان وجو عامر بالسلام، وطفل كيسه في رقبته يحمله. الله. وضحكة أم وأب وأخوال وعمام، ليلة فيها السكينة مكملة. جو إيماني يحيطه الاحترام، في شهر خير عسانا نكمله. والسلام اختام يا الناس الكرام، وكل ابن آدم يحاسب بعمله. سلامتكم. والله هي تصلح صراحة أغنية. أنا عشان شي بتكلم عن قافية الشطر الثاني. توفقت كثيرا في اختيار هذه القافية. أهمله، بعمله، تعمله، بحمله، من أجمل القوافي اللي اخترته تعمل جو أو موسيقى معينة للقصيدة. نعمله ونشوفه هلنا تعمله. شطر جميل جدا في صدر القصيدة. تكلمت عن الكثير من الأشياء الجميلة اللي موجودة في شهر رمضان: صلاة، صوم، قرقعان. عجبني البيت اللي يقول: جو إيماني يحيطه الاحترام، من شهر خير عسانا نكمله. جميل هذا البيت، أتمنى لك التوفيق. جميل أنت، الله يطول عمرك. حامد مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا يا أخوي خالد. الله يمسيك بالنور والعافية. سؤال بس قبل نعلق على النص: حضورك الإعلامي الأول؟ لا، ما هو الأول طال عمرك. عبر وسائل إعلامية أقصد مشاهدة؟ اي نعم، انا حضرت على شاشة تلفزيون قطر مع اخوي الاعلامي او ابوي حمد بن محسن نعيم. استاذ، موجه له تحية ابو كل خير. محسن، ابو الجميع واخو الجميع. طبعا احنا كسبناك كشاعر قبل كل حاجة. انا ما اختار بيت في القصيدة، هي القصيدة كل ابياتها جميلة كل امانة. دخولك بيت فيه من الموعظة، خصوصا ان هذه يعني دليل على ان انت من بيت شعر، كونك شاب صغير تجينا بتفتتح القصيدة بنص أو بيت اللي يحض من زكى ومن صلى وصام، ويل من دينه تكاسل وهمل. أعتقد هذه فيه التذكير للناس. دخول جدا موفق. طبعا ركزت على في البيت الثاني تذكرت بأن الليلة هذه هي انتصاف رمضان والتذكير بالعمل الصالح، وأن الإنسان بعمله يجازى ويثاب. انتقلت تأكد أن الليلة هذه هي نصف رمضان، ليلة مشهودة بالتواصل والرحمة، وإحنا نتمنى حتى الأيام العادية تكون فيها تواصل والرحمة إن شاء الله. طبعا انتقلت بعدها الله يسلمك الرسم ملامح الفرحة في جو الأطفال في يعني، وصورها اللي منتشرة يعني، سواء الفرحة من خلال التصدق على الفقراء، من خلال التواصل صلة الرحم، من خلال قيام المسلمين يعني بالدعاء والتواصل. فأعتقد أن يعني النص جميل جدا. طبعا لا تعليق سوى أن النص جميل مثل حضورك، وأنت من الأسماء توقعنا ومتأكدين إن شاء الله راح يكون لك شأن ضمن الساحة القطرية. شهادة أعتز فيها خالد، الله يطول لي عمرك. عمرك يطول إن شاء الله. مساك الله بالخير يا أبو غيدة. مساك الله بالخير يا أبو سيف والله والعافية. هداف أبوك؟ اي نعم ابوي الله يطول عمرك. ونعم عليك زود. سلم عليه سلام الواجد. يبلغ سلامك نفداك. حبيبي الشعر ما هو بغريب عليك والله يا حامد. شايفك شاعر يعني، انا عارف انه شاعر يعني، شايف؟ ما يحتاج. قصيدتك حقيقه يعني. عايض اخوه شاعر ايضا. ها؟ عايض اخوه شاعر. اخوه عايض شاعر. بس الشعر جاهم من ابوهم شاعر وزميلي انا اعرفه. حامد من سناينك يعني. ها؟ من سناينك. لا ابوي صغير، نعم. هو كبير، انا ابوي صغير 35 سنه. اسمع، الشعر يا حامد موهبه ولا وراثه؟ والله تختلف الآراء حول السؤال هذا، لكن الشعر اللي عندنا حن وراثة من خوال وعمام طال عمرك. الله لا يفرقكم ونعم فيكم طال عمرك. ما عليك زوج. حبيبي قصيدتك مكتوبة على السهل الممتنع، وقليل من الشعراء اللي يكتبون على هالناحية هذه، قليل جدا اللي تكون قصائدهم قوية
وفي نفس الوقت سهله ممتنعه. عرفت شلون؟ اي نعم. قافيتك واسلوبك في الطرح ومفردات اللي انت استخدمتها والامور اللي موجوده في قصيدتك كلها رائعه. انا اتمنى لك مستقبل زاهر واشوفك ان شاء الله. وانا حقيقه انا اشوف قصيده مغناه. الله يطول عمرك. وممكن تتغنى هالقصيده هذه اذا ما هو يحتاج. يفضل، اذا هو يفضل الغناء. هذا مصب مشعل، اذا يبيها التغنى خلت تغنى. لا ان شاء الله بالتغنى. على خير ان شاء الله. شكرا لك يا حامد. العفو، شكرا. الله يحييك يا حامد. والشاعر